ايه قصه هو انت احنا عايزين الاول نخلص من حاجه احنا عمالين بنخش لا بالعكس، ما كلها مواضيع متشابكه. خلي بالك، وانا ما بنساش حاجه، ما تخافش. ما انا عارف، يعني ممكن سؤال سالته لك في اول الكلام هتلاقيه موجود معايا، ما تقلقش ما تخافش. عايزين نخلص حاجه ده مهم. عايزين نخلص. انا نعم. بص، انا جاي اتكلم في كل حاجه، تمام. ما عنديش حرج اطلاقا. جميل. ان انا اتكلم في انا اي حاجه. مستشعره الحقيقه في انا كلامك. عايز اقول لحضرتك حاجه. ايدك نظيفه انا فاكر انت تمام. وتخرم عين التخين. الصعايده بيعملوا كويس. انت فاهم؟ الموضوع مش موضوع مجدي، ولا الموضوع موضوع استقرار. المفروض ان يكون هناك استقرار في المنظومه. انا بحاول ان يبقى في استقرار في المنظومه بالرغم من خلافي في اشياء كثيره جدا. لكن الاول خلينا نتفق ان احنا متواجدين في اتحاد من ساعه ما تواجدنا في هذا الاتحاد، وهناك توتر. هذه الدوره ليه؟ هناك ليه؟ يمكن خيانات في البدايه عشان ده ينجح وده ما ينجحش؟ يمكن كل واحد له اجنده. يمكن كل واحد له اجنده. ما هو النهارده لما يبقى كل حد له اجنده تبص تلاقي الاجندات مش متفقه. فيهم انت ليك اجنده؟ لا، انا عمري ما كان ليا اجنده. عمري ما كان ليا استفاده. انا داخل اتحاد الكوره مجدي عبد الغني. بص، هو مش فيه ممتلكات. انت النهارده بتخش اتحاد الكوره عندك 10 قروش، اقرار ذمه ماليه. بتخرج من اتحاد الكوره عندك 300 قرش. بيبان. في ناس دخلت اتحاد الكوره كانت مديونه وعليها شيكات وراكبه النهارده عربيات زيرو. انا اتخنت في دبي يا عم الحاج، انت بتتكلم في ايه؟ مش انا متخان في دبي يعني ايه متخان في دبي؟ يعني ما خدتش زي ما انتوا خدتوا في دبي. لذيذ مجدي عبد الغني. مش انتوا خدتوا اكتر مني 30 ضعف. وانا قاعد ما احنا بنتكلم على ايه؟ ان انا دايما كنت ببقى بعيد عن الاجتماعات. كانت بتتم يا راجل من ورايا. ده انا قدمت استقالتي ورجعت فيها بعد يوم لما استشعرت ان في قصص مش قعدت مصمم عليها وفي الاخر عايز ارجع. وده موضوع تاني. اعتقد انا جيت لك يوم اتحاد الكوره، وده موضوع تاني عايزين نتكلم فيه. ما قعدتش مصمم وعدى الاسبوع وعدى البتاع وعايز ارجع. لا، انت بعد 24 سنه. انا بعد 24 سنه لما لقيت. طالما عايز تتكلم فيه ده مهم اتكلم فيه. لا استنى بس. اما لقيت ان في موضوع ممكن يطلعني شكلي وحش واطلع خاين. رجعت فيها بعد 24 سنه. مين اللي كان عايز يعمل الموضوع يخلي شكلك خاين؟ لا ما ده مهم يا كابتن مجدي والله. التفاصيل دي مهمه جدا. اتفضل. قمت رجعت في الاستقاله. اما رجعت في الاستقاله ارجئ النظر في الرجوع في الاستقاله. بس انت هددت بالقانون يا سيدي. ارجئ النظر يعني مجلس اداره لما كتب قال لك ايه؟ هنرجئ النظر. طب هو في حد يرجئ النظر في الرجوع في الاستقاله؟ خلاص ده القانون اللي بيحكم. تمام. انت كمجلس اداره مالكش دور. صحيح. زي ما احنا كمجلس اداره دلوقتي ما لناش دور ان احنا نرجع حد او برضه هكلمك في موضوع محمود الشامي ده مهم قوي. اتفضل. طيب يعني مين اللي كان عايز يمشيك لما قدمت استقاله في اتحاد الكوره؟ مجلس الاداره. لا معلش. كلهم بدليل ان كلهم طلعوا اتكلموا في الموضوع. ما فيش حد ما اتكلمش. طب انت استقلت ليه؟ يمكن ما فيش غير المهندس هاني اللي ما سمعتلوش صوت. هو كده المهندس هاني ابو ريده. هاني في الازمات لما بيبقى هو هاني بقول له انت فين؟ يقول لي انا في الكمبوشه. عارف الكمبوشه اللي هي بتاع المسرح؟ ايوه. اللي بيخش ما يبانش الا ان طيب يعني. طيب خليني اسالك. يقول لك انا في الكمبوشه. طب انت استقلت ليه؟ استقلت لان كان وصل بيا الكيل في كل اللي بيحصل لدرجه ان انا خلاص مش قادر استحمل. من مين؟ من كل من المنظومه. من السكرتير العام. من عدم وجود نظام جوه الاتحاد. من حاجات كتيره جدا انا بحاول ان اصلحها. انا عايز اقول لك حاجه. انا ليه انا بعد الثوره كل الناس جريت من المركب. قالت لك الدنيا دي مش قاعده والدنيا هتبوظ وبتاع فنطوا. انا ما رضيتش انط. ليه؟ لان بعد الثوره حسيت ان ممكن اصلح. بس كل ده كان قبل الثوره. كل اللي انا بتكلم عليه ده قبل الثوره. انا لو ما انت مشيت سكرتير عام، ما انت مشيت صلاح حسني. لا انا ما مشيتش حد. لا واحده بس. ما هو اتكلم كلام على بص انا ممكن اعمل عنتر واقول لك لا انت المتهم الرئيسي. ثانيه واحده. متهم ده حاجه. بانه صلاح حسني ساب الاتحاد. انا متهم ده حاجه. وبعدين ما تضحك انت. ما انت بالك من كده. الحوار جميل جدا. ده انا مبسوط جدا. انت متهم. انا مش عايزك تكشر. لا خالص. انت متهم رئيسي بانك خليت صلاح حسني يستقيل. يا عم واحده بس. انا هذه بطوله لا ادعيها. تمام. بطوله. خد بالك. ان صلاح حسني مثلا انا امشيه او اقدر امشي المدير التنفيذي.
هذا شرف لا ادعيه. شرف يعني ولا بطوله. كان نفسك ان صلاح حسني يمشي؟ موضوع تاني، نفسي ده موضوع تاني. انا هذا الرجل يا احترمه. كلنا بنحترمه يا عم والله. شوبير، مهم والله. خلينا نتكلم كلام. انا مش طالع ذمه في الناس خالص، بالعكس. انا طالع اوضح مواقف بالراحه بس عليا عشان ما تخبطنيش في الناس كلها. هذا الرجل انا بحترمه على المستوى الشخصي. يعني انا بحبه والله بقولها من قلبي. تمام، كويس. اقسم بالله بقولها من قلبي. تمام. وانا كنت معجب بيه جدا. يعني يمكن انا عشان كنت لعيب اي كلام برضه كنت بحب الكابتن صلاح حسني. اداؤه ما كانش قوي لكن كان فيه رجوله. نعم. انت واخد بالك؟ فكنت احب الرجوله اللي فيه دي. تمام. ولما جاب جون من بعيد كده وبتاع يعني ايه عجبني شويه. كويس. فكنت بحبه على المستوى الشخصي. العمل اكيد بنختلف. ما انا اختلفت انا وانت. مش عايز كلام. يعني اختلفنا في وجهات نظر كثيره جدا. اختلفت معاه. تمام. ممكن اختلف معاه، لكن ان انا بقى اقدر امشيه لا. انما اقتحم مكتبه كلام غير صحيح. المهم بقى انا عايز اوصل معاك لا غير صحيح. هل كابتن مجدي عبد الغني لا غير صحيح ضربت باب الكابتن صلاح حسني؟ عيب. ليه ما بتردش على الكلام ده؟ انا رديت والله، بس انا برد معاك كده. ده مهم قوي. انا رديت في حتت كتير. هل ضربت الباب وقلت لازم الكابتن صلاح يمشي؟ اهو ده خبر زي ده يتسرب منين؟ من جوه الاتحاد. تمام. مش كده؟ يسربوا مين؟ يسربوا موظف، يسربوا عضو مجلس اداره، يسربوا اللي يسربوا. لكن التسريبه جايه من جوه الاتحاد. ما هو عشان يتكتب خبر زي ده لازم واحد جوه الاتحاد عشان ايه؟ يقنع الصحفي. انما انا محتاج اخبط باب. انا مش محتاج اخبط باب. انا لو خبطت على الباب وقلت انا مجدي عبد الغني بره مش هيفتح. طبعا هيفتح. انا لو عايز اروح اشوف ورق من حقي ان اشوف الورق. مهاب صالح موجود، راجل محترم جدا. انا على فكره معجب بيه جدا بادائه. بسم الله ما شاء الله. ولسه كنت امبارح بتكلم مع كابتن سمير بقول له يعني الرجل مناسب في المكان المناسب. ملوش يعني ايه، مش جاي مع سين وبيبعد صار. ولا بيحافظ على حق الاتحاد وعلى الحق فين. مجدي عبد الغني غلطان يقول له غلطان انت في وشك خد بالك. بيقول واقسم بالله انا بكلمك بامانه. يقول له انت غلطان في وشك. فهذا الرجل لازم نتمسك بيه. لان دوت مش ليا انا، ده المستقبل اتحاد الكوره. خد بالك احنا يعني اذا قدرنا نصلح في السنه اللي موجوده دي بص بنحاول جاهدين. انا شخصيا بحاول جاهدا. انت واخد بالك؟ وهو الراجل بيحاول جاهدا. واعتقد ان يعني احتمال يكون معانا مجموعه بتحاول جاهدا. ممكن اسالك سؤال؟ اخر اجتماع مجلس اداره كان امتى؟ من بعد الثوره بتهيألي. بعد الثوره. بعد الثوره. ثوره 52 ولا الثوره 25؟ الثوره 25 يناير. طب انا كل شويه اقرا انك قرر مجلس اداره في اجتماعه. وانا ما اعرفش ان الاتحاد اجتمع. يعني اخر حاجه لا ليه يا كابتن؟ عوده مسابقه القسم الثالث مجلس الاداره قررها ولا الانديه؟ ما انا مش عارف. لا يا كابتن احنا اسف معلش. الموضوع عوده مسابقه القسم الثالث والقسم الثاني والقسم الاول. القسم الاول ده معروف، ده خلاص ده انتهينا منه. القسم الثاني والثالث مرتبطين بالاول. الموضوع القسم الرابع شكل الرابع دلوقتي. انا بكلمك على انا كان معايا دلوقتي لا ممكن كابتن العربي عاشور نائب رئيس نادي دمياط. ايوه الناقص يشد في شعره. ليه؟ قال لحد بلغنا. والاستفتاء اللي قالوا عليه القسم الثالث. ما هو الثالث بلغهم الثالث. ما هو دمياط الثالث دلوقتي اللي هي الدرجه الثانيه. لا بلغوا الثالث اعتقد. قال لا بقى تم ارسال خطابات. ايوه قال احنا ما بعتناش. قال لك انتوا قلتوا عملتوا استفتاء 82 نادي وافقوا و45 نادي. خلينا نتكلم في الجزئيه دي اوضحها لك برضو عشان انا مش فاهمها. فاهمها على قصدي. انت بعت للمناطق. انت عندك 28 منطقه بتتبعها انديه. كويس. الوضع الطبيعي انك انت ما بتبعتش الانديه بتبعت للمنطقه. بتبعت للمنطقه والمنطقه. دلوقتي الانديه بيبعتوا حاجات كتيره جدا للانديه دلوقتي. نعم بيبعتوا حاجات كتيره جدا للانديه اللي من دول وبيروحوا لهم. لا يعني ازيكم وحشنا واخباركم ايه والشيكات وصلت ولا لا وما تجوش الجمعيه العموميه عشان خاطرنا واحنا هنظبط الدنيا. ما عنديش انا لا اعرف بص انا لا اعرف شيكات ولا اعرف حاجه ولا الكلام ده انا بعيد عنه تماما عشان تكون في الصوره. انت عارف انا قصدي يعني ده مهم يتكلموا فيه مع الانديه. ما كنتوش تتكلموا مع الانديه لا هنرجع المسابقه ولا لا؟ هتكلموا معاهم لا امتى؟ انت بتبعت للمناطق. ما انت اجتمعت مع الانديه في المنيا وده اجتماع مهم بصرف النظر عن اذا كان يرضي او ما يرضيش. انما اجتماع مهم انك تجتمع مع الانديه بصرف النظر عن تجتمع معاهم عشان بعتوا جوابات. ده بالعكس، ده انت بعتوا جواب انت لازم تقعد معاهم ولازم تسمع وجهه نظرهم
ولازم تشوف الناس دي بعتت الجواب ده ليه. انت طالب حاجه تشربها الاول ولا مش طالب؟ لا ما حدش جاب لي طيب حاجة. هم جايب، تعالى يا ابني هتلاقي الحاجه الكابتن مجدي هات عشان شوية من شاي. الصبح لحسن يقول عندنا بخله هو في لا برنامجه لا لا تمام لا بخلة التمام. مين؟ هنا قناة مودرن عمرها ما كانت الامور بخيلة. زي الفل. قناة مودرن عمرها ما كانت بخيلة. شكرا جزيلا. اتفضل يا كابتن مجدي. واخد بالك يا شوبر؟ فالقعده في حد ذاتها رائعه. خلينا اكمل. ما هو مهم خلاص. سيبني اكمل. ما اصل ده مهم، الله يخليك، لانه ما انا هكمل في السكه اللي انت عايزها. ما هتكمل والله. انا عايز اعرف ال 82 نادي اللي بعته والخمسه بعتوا فين؟ ما هو قال لك اتحاد الكوره قال ان في 82 نادي وافقوا على استئناف القسم الثالث و45 رفضوا و15 ما بعتوش حاجه. طيب حلو قوي. ممكن يكون الدمياط ده من 15 اللي بعتوا. هتلعبوا الدوري بمين؟ بال 82 ولا بال 45 ولا ازاي؟ بص يا كابتن، هنا انا وجهات نظر شخصيه، لكن ما يتفق عليه اتحاد كره القدم ده اتحاد كره القدم وحر فيه. النهارده في هتلعب في اقتراح بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت تلعب، الناس تلعب اجباري، واللي ما يلعبش يتخصم منه نقاط الموسم الجاي. اللي ما يلعبش ده ما بيلعبش ليه؟ ما هو ما فيش حد مش عايز يلعب. يعني الناس كلها عايزه تلعب. لكن النهارده في ناس بعد ظروف، انت في ظروف انت لازم تعترف انك انت في طبعا ظروف قهريه طبعا عطلت بدايه المسابقه. لعيبه داخله على امتحانات، اذا اعتبرت ان اللعيبه دول طلبه، معظمهم طلبه. اللاعبين مشوا، الانديه في بعض الانديه قالت لك انا قعدت شهرين ثلاثه مش ما بلعبش، وقف النشاط، فوقف نشاطه، فما ينفعش ان انت تجبره. لكن هنا بقى تستخدم لوائحك. هل انت النهارده كونك تنزله درجه رابعه، طب هتوديه فين؟ هتلزقه في الحيط ليه؟ انت بتحاول تطلع من الدرجه الرابعه للدرجه الثانيه تمام عشان تسري الكوره. انما النهارده تلزقه في الحيط، مصلحتنا نلزقه في الحيط ايه؟ وبعدين هو صاحب صوت دلوقتي النهارده بيستفيد من وجوده بالصوت دوت جوه اتحاد كره القدم. كويس. طب ما هو برضه قلقان على صوته، ليه نبعده في الدرجه الرابعه؟ فهناك اقتراح يقول لك يتخصم منه نقاط الموسم اللي جاي، اقتراح. وهناك يقول لك اللي وافقوا انهم يلعبوا يصعد منهم ناس. يعني النهارده المكافاه هي الصعود. اللي هيلعب وقريب وعنده تيم كويس هيصعد. فبص تلاقي 8 بينافسوا على الكلام ده او 9 في ظل ضيق الوقت. ده وجهه نظري الشخصيه. كده كويس قوي، جميل. الشخصيه مالهاش دعوه باتحاد الكوره. نعم. وما يقرره اتحاد الكوره ده موضوع تاني. انت لسه ما قررتوش؟ لا النهائي ايوه لسه. بس ده اللي انا كنت عايز اسمعه منك. انه اتحاد الكوره لم يجتمع ولم يقرر نظام المسابقه حتى الان. لا ايه اللي هيحصل؟ هبوط، او هيلعب من غير الفرق اللي مش عايزه تشترك، او قرار نهائي اعتقد ان يوم الاحد. عشان اخلص النقطتين دول، قرار نهائي في العقوبات. انهي عقوبات؟ العقوبات اللي على الجماهير. اللائحه اللي عندكم بتقول انه درجه ثالثه ولا ثانيه؟ دوري ممتاز، اهلي زمالك اسماعيلي مصر. قول لي بس دوري ممتاز وانا اخر حاجه كانت موجوده غرامات 50,000 والمباراه القادمه بدون جمهور، صح؟ ولا غيرنا ده لائحه. مين اللي غير؟ مجلس الاداره في الحقيقه. لا بالتمرير. مجلس اداره بالتمرير، لازم اقول لك اللي لينا واللي علينا. طب وده حضرتك شايف ده ينفع؟ يعني ما هو النهارده انت الطلب وجهه نظرك وانا وافقت بصراحه. يعني انا وافقت عشان تعليمات جايه لكم من الامن فعلا زي ما قال كابتن سمير. دي حقيقه. دي حقيقه. هو لسه التعليمات بتجي لكم من فوق؟ لا ما الامن، لا انت فوق ايه؟ جالكم جواب رسمي يا كابتن مجدي؟ لا بص معلش الله يخليك كابتن. لا انا نفسي اتعامل. معلش انا متاسف، انا اول مره هخلط عام بخاص، متاسف. فاكر في ازمتي مع اتحاد الكوره كانت كلها من فوق ولا انا غلطان؟ فوق. انت كنت عضو مجلس اداره حتى انت اتقال من فوق. ما دلوقتي برضه بيتقال من الامن. ما يجي لي جواب بس، يعني واخد بال حضرتك كابتن مجدي؟ لا هو المساله برضه ما انت خلينا طيب نتكلم فيها منطقيا. اتفضل.